فاذا الثلاثاء الماضي ضجت نشرات الاخبار بتقارير عن تمثيل جريمه زياد القصوف ابن ال40 سنه يلي انقتل على ايد يوسف عبود زميله بالشغل. والسبب حسب قول المجرم والتحقيقات هو انه زياد كشف سرقه يوسف لمبالغ كبيره بشغله بمستشفى ترشيحه محل ما كانوا اثنيناتهم يشتغلوا، ولكن الواضح خلال تمثيل الجريمه انه كان في فوضى اكيد كثير كبيره ووجود عدد اجهزه امنيه ما انفهم تفاصيل الجريمه لانه الاسئله يلي كانت عم تتوجه للمجرم كانت محدوده كثير. الليله ولاول مره شو تفاصيل هالتحقيقات؟ كيف صارت الجريمه؟ شو علاقه مباراه الفوتبول؟ وشو كشفت كاميرات السوبر ماركت؟ وكيف تنفذت هيدي الجريمه؟ وكيف قدر تحري زحله بدايه وبعدين الاجهزه اللي ساعدته من معلومات وامن دولي قدروا يوصلوا لهذا المجرم؟ خلينا نشوف نحن وياكم التقرير. كل لبنان واعي على خبر جريمه زحله يلي راح ضحيتها زياد القصوف. زياد يلي كل مين عرفه بيشهد على رواقه وعلى احترامه للكل، بيت غدر انقطع الكهرباء، ما بين في حدا تحت بالباركينج، بيطلع من البيت، انا بضلني انه الشاشه مضويه بتضلها وقت حتى ترجع تطفي، بشوف واحد من وراه مرق من حد الانترفون بس ظهره للكاميرا ولافف حتى راسه، وبسمع بجرب عيط يا زياد يا زياد حتى ينتبه، بس ما كنت الا عم بسمع الرصاصات عم تطلع. ما في شك انه وراء هالجريمه في محترفين بالاجرام عملوا عملتهم بكل دم بارد وانسحبوا بلا ما يقدر حدا يشوفهم وبلا ما يقدر حدا يوقفهم. ما قالنا ولا مره انه عنده عدو او شيء، حدا قاصده او شيء، انه مشاكل بحياته ما عنده، في عنده شغله، هاي هي يعني. مش زياد اللي عمل فيها هيك، مش هو اللي بيصير فيه هيك. إنسان بيساعد العالم، إنسان بيشتغل بحق، ما بيزعبر، ما بيعمل الحق عنده إياه بالدنيا. ما بقدر أقول شيء ثاني، لأنه هو راح، بس أنا ولادي شو بدي أقول لهم؟ جريمة زياد القصوف جريمة هزت الرأي العام كله، وحملت توقعات كثيرة عن السبب اللي دفع القاتل انه يرتكب هيك جريمة بشاب كل مين عرفه بيأكد عن نزاهته. بالبداية انحكى انه سبب هالجريمة هو شغل زياد السابق بافريقيا، لترجع تنفي العيلة والتحقيقات هالاحتمال ويبلش التلميح الى انه سبب هالجريمة هو شغل زياد بلبنان. اكيد بملفاته مش يمكن يأذي حدا بالشغل اللي عم يشتغله، حدا تأذى منه لزياد وقرر انه يخلص منه بهالطريقه. المغدور كان يشتغل بمستشفى ترشيحه كمدير مالي، وكان يدقق بكل حسابات المستشفى، فكان من الطبيعي تصير التحقيقات مع إدارة وموظفي قسم المحاسبة، ومن بينهم يوسف عبود صديق زياد اللي اعترف بجريمته بعد استجواب طويل وتضليل متقن لكل الأجهزة الأمنية. فكيف تم اكتشاف المجرم وكيف اعترف؟ بالتحقيق الأول مع يوسف أكد أنه كان ببيته وقت وقوع الجريمة عم يحضر ماتش فوتبول مع صديقه وابن عمه، وأكد كمان أنه ما بيمتلك أي نوع من الأسلحة، وكانت الشبهات بعيدة عنه بالبداية، لترجع تنسحب كشوفات الاتصالات لعدد من الأشخاص، ومن بينهم يوسف تبين فيهم ورود اتصال الساعة 9:36 المساء واتصال الساعة 9:38 المساء من أحد أصدقائه اللي كانوا موجودين بالبيت معه، يعني بوقت حصول الجريمة، وما رد عليهم. وتبين كمان بحسب شركة الاتصالات انه يوسف مغير مطرحه بين الساعة 9:15 المساء والساعة 9:30، فانطلب على التحقيق مرة تانية وانسأل عن هالمعطيات بلا ما تتوجه له اي تهمة. فجاوب يوسف انه قصد سوبر ماركت ليشتري بزورات وبيبسي، فتم سحب فيديوهات الكاميرات التابعة للسوبر ماركت هو موجود بالتحقيق ليتبين انه مرق قدامه بلا ما يوقف. فغير افادته وقال انه مرق على شخص العذراء بزحلة وصلى من بعيد حد شجر الحور، مطرح قريب كتير من مكان وقوع الجريمة، ليرجع بعد ما طال التحقيق يعترف انه سمع صوت قواص بلا ما يعرف من وين جاي،
وهيك كملت التحقيقات معه ليتبين انه بشباط 2016 في حديث عبر الواتساب بينه وبين شخص بيثبت انه اشترى منه سلاح، ولما انسأل عن الفرد قال انه كبه بالزبالة بعد ما عرف بجريمة زياد لانه خاف حدا يتهمه، ليرجع يغير افادته من جديد ويعترف انه هالسلاح عند حدا من قرايبينه بالمنطقة الصناعية. وهيك تم الكشف عن السلاح وتبين انه هيدا هو السلاح اللي انقتل فيه زياد. اعترف يوسف بليل الاحد التنين بجريمته بالوقت اللي تبين انه هو خبير سلاح وبيمتلك عدد كبير منها، وانوجد كمان ببيته حساب مصرفي وهو عبارة عن دفتر توفير فيه 250 مليون ليرة ما عاد حط فيه مصاري من شهر 11 2015، يعني من لما استلم زياد الإدارة المالية. هيدي هي الطريق اللي سلكها يوسف، صف سيارته بعيد عن بيت زياد ب50 متر تقريبا، نزل مشي وتخبى ورا حيط بوابة البناية، ولما نزل زياد لحقه قوصه وفل ركض، وقبل ما يطلع بسيارته كب الكفوف اللي كان لابسها بالجلد. وهيك مثل يوسف الجريمة الغامضة اللي سببها الوحيد الطمع بالمصاري. ضغوطات انه بده يستفزني، بده مالية ايه، بده يبين انه يا بترد البيت يا بترد المصريات، ايه ما فيش غيرات المصريات، ايه كمان هيك بلش يزيد الضغط شوي شوي. كيف خططت براسك لحالك؟ خططت القصة؟ ايه ما جيت قبل بيوم، يعني ما جيت قبل ب10 ايام. كيف عرفت الدجانتير البيت؟ جيت قبل 10 ايام، هان شفت انه ما فيش له اسم. جيت قبل هلا وقت اول ما وصلت طلعت ما لقيتش اسم، يعني انا مربك انه بدي فل، اذا ما لقيتش اسم بفل، قام طلعت لقيت باسم، هو انه بعرف انه بيته حد باسم بشارة، تكايت. وهيك انطبق المثل اللي بيقول قتله ومشي بجنازة، لانه فعلا يوسف قتل زياد ومشي بجنازته، ونشر له صورة على صفحته عبر فيسبوك مع عبارة Rest in Peace، ارقد بسلام. سلام يمكن انعطى شوي لعائلة القصوف بمعرفة قاتل ابنهم، ولو انه ما في شيء رح يرد زياد. انا بدي وجه كلمة للقاتل، خلي يحط عيونه بعيوني ويشوف هيدا الوجه، هيدا وجه زياد. زياد ما مات، انت اللي بدك تموت كل يوم وكل تكة وكل ساعة، والله كبير. هيك بكل دم بارد خطط يوسف لجريمته من شهر شباط، من لما اشترى سلاح ونفذها بذكاء، لما عزم ابن عمه ورفيقه لحتى يحضروا عنده مباراة الفوتبول وقدر يضحك عليهم تيشهدوا معه انه كانوا سوا وقت اللي صارت الجريمة، لانه اختفى 20 دقيقة بلا ما يعرفوا وينه، وبهال20 دقيقة عمل جريمته. بحسب التحقيقات كمان صف سيارته بعيد عن بيت زياد ب50 متر وراح مشي على البناية، كشف على الديجونترات ووطى يلي ما عليه اسم وتخبى ورا مدخل البناية، ولما نزل زياد لحقه وقوص عليه 5 عيارات نارية بالفرد يلي كان شاريه جديد، وكان حامل كمان فرده القديم اللي على طول بيحمله حتى اذا ما طلع الضرب بالفرد الجديد يقوص بالفرد القديم ويقتله، ورصاصة بفرد ثاني كمان على راس زياد حتى يتأكد انه مات. بكل برودة اعصاب فل من البناية، كب الكفوف اللي كان لابسهم بالجل حد بيت زياد وكفى طريقه على البيت وحضر المباراة كأنه ما صار أي شيء هو رفقاته. اليوم صارت هالقضية واضحة على أمل يتحاسب يوسف على جريمته بأشد العقوبات لحتى يكون مثال لغيره ببلد فلت فيه الأمن كتير وما بقى محمول. وردنا توضيح قبل البريك بس من معالي الوزير غازي زعيتر انه موضوع علي الحسن هو مش علي زعيتر، وفي ملفات تحقيق ثابتة على انه سوري وليس من البقاع، وهذا الموضوع ثابت وواضح بحسب كمان معالي الوزير التوضيح اللي ارسلنا اياه.